السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده يا ربي، وعواشركم مبروكه ويدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش كتمنوا ان شاء الله. جيت اليوم نشارك معكم هذه الحلوه ديال التمر، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا 200 غرام تاع الزبده، كاس ديال مايزينا، كاس سكر مع مرش، مهم كاس الا الربع. كنحتاجوا قشور حامضه، فاني، بيضه. بالنسبه للخماره ديال الحلوه، نص او خليني معمره ديك المعلقه، ما غنديرهاش، غادي ندير غير نص ديالها، وإلا بغيتو تقدروا تستغناو عليها. وفاني بالنسبه في البول راني حطيت الزبده، ضفت له السكر، غادي نخدمهم مزيان ودرت الفاني. راه هذيك شي مقاطع راهم تحيدوا لي من لا فيديو. كنمعسو الزبده مزيان مع السكر حتى كتولي بوماد، وعاد غادي نضيفوا لها المقادير اللي كتشاهدوا. بالنسبه للمايزينا كتعطي الحلوه واحد الطراوه فنه فنه. غادي ضفت هاد صفر بيضه حتى هو غادي نزيد نمزجو مع الخليط. بالنسبه للمايزينا تقدروا تضيفوها في جميع الحلويات اللي كتخدموا، والاكثريه اللي صابلي وهاد الحلوه ديال التمر كتعطيهم واحد الهشاشه فنه. وتقدروا تستغناو على الخماره ديال الحلوه بالنسبه لي صابلي باش ما تبدلكمش الحجم ديالو. وحتى هذا راني ما كثرتش الحلوه ديال التمر، درت غير واحد الراس ديال المعلقه احسن حاجه، وباش كتبقى لكم الحلوه في الحجم ديالها ما كتغيرش، وكما خدمتوها كتبقى. وفي نفس الوقت يعني كتبقى لكم الحلوه طريه بهذيك المايزينا اللي كديروا، راه كتعطي. واخا تضيفوا الا ما كانش عندكم الكميه كثيره تقدروا ديروا غير نص كاس ولا 4 المعالق، كافيه. غادي نضيف دابا هاد الكاس ديال المايزينا. يعني في نصيحه بالنسبه لي صابلي، تبقاو ديروا مايزينا وما ديروش الخماره ديال الحلوه. بالنسبه هذا هو العجينه اللي تقريبا 500 غرام تاع الطحين اللي احتاجيت لهاد الحلوه هذه. وراكم عارفين الطحين بالنسبه على حسب الكميه ديال البيض، الحجم تاع البيض. انا في هاد الاثناء هذه فاش عجنتها راني درتها في الفيلم ترونسبارون وخليتها في الثلاجه بما خدمت التمر. بالنسبه للتمر كنحتاجو 250 غرام ديال التمر، معلقه صغيره ديال القرفه، الجنجلان، ومعلقه ديال الزبده صغيره. راني معسفتهم مزيان ووجدتهم. بالنسبه اللي ما عندهمش التمر الجاهز تقدروا تفوروه، واذا كانت عندكم القرنفل مطحون ضيفوا واحد نص معلقه صغيره نتاع القرنفل، كيعطي واحد المذاق رائع. انا راه ما كانش عندي متوفر داكشي علاش ما درتوش. ميم كيعطي واحد المذاق فن، ومعلقه ولا جوج معالق كبار على حسب نتاع ما زهر. وبالنسبه للزبده كتخلي التمر طري، ما يبسش من كيطيب. فاش مهم عجنتو راني درتو هكا على شكل حرابل. بالنسبه للعجينه انني قسمتها على 3 الكويرات، وراني ورقتها ما بين هاد الورق نتاع الطبخ، ولا تقدروا تورقوها في الفيلم الغذائي، مهم اللي عندكم. راني ورقتها هكا كيف ما كتشوفوا رقيقه. هاد الطريقه هذه باش كتورقوها ما بين الورق الغذائي او الكيس البلاستيكي كتساعدكم في التوراق. بالنسبه انا شديت هاد القطاعه هذه قطعتها، وإلا كانت عندكم القطاعه اللي فيها هذاك اللي ديسان في الجناب كان احسن. انا ما كانش عندي، قطعت غير بهذه. كنتمنى هادشي يكون واضح. غادي نشدو هاد الجراره ديال الشباكيه وغادي نجيو غير في الجنب، وغادي نبقاو نشرطو بها. ما تزيدوش حتى للجنب، غير في الوسط كيف ما كتشوفوا هكا. كنبقى حتى كنسالي هذاك الكامل هذاك تقطع بهذيك الجراره هذيك. المهم ما تزيدوش باش ما تقطع لكمش، غير في الوسط قطعوا. غادي نشدو هذيك الحربول ديال التمر، غادي نزيدو نحربلوه بيدينا مزيان، وغادي نلويو هكا في الجناب وكنلويو. المهم نتمنى هذا الشكل يكون واضح، راه ساهل وكيجي زوين الشكل وكيجي مختلف على الاشكال نتاع الحلوات نتاع التمر اللي كنشوفوا. نتمنى ان شاء الله هذه الفكره تكون واضحه، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وراه كتجي هذه الحلوه رائعه بزاف. نتمنى تجربوها، ولا صدقت لكم
شاركونا بالتعاليق ديالكم. هكذا غادي نبقى حتى نسالي الحلوى. بالنسبه للفرن انا شعلته على 100 ما بين 170 180 درجه. انا راه بالفرن الكهربائي يعني غادي يطيبوا من الفوق والتحت. بالنسبه لك كان الفرن الغازي غادي تشعلوا غير من التحت حتى كطيب لكم الحلوى من التحت، عاد كتشعلوا باش تحمر من الفوق. بالنسبه للفرن الكهربائي راه كيطيب دقه واحده من الفوق والتحت. والريغلاج ديالو بالنسبه للفرن الكهربائي كنقول لي عندي كنهضر هاد الهضره هادي على حسب المبتدئات. الفرن الكهربائي تريغلوه ما بين 170 180 ما تفوتوهاش. وانا اصلا طيبت الحلوى على 170 درجه باش ما تخطفش وكطيب على خاطرها. كنبقى هكا حتى كنكمل هاد الحلوى هادي. طريقه سهله ودغيا زعما دغيا كتسالى، ما كتشدش الوقت بزاف. هو فاش ساليتها راني درتها في الفرن طيب، وفاش كطيب كنفندوها في سكر كلاصي حتى كتبرد. نخليوها حتى تبرد مزيان ونفندوها في سكر كلاصي. هذا هو الشكل النهائي نتاع الحلوى اللي شاركت معكم. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، والى اللقاء.